السؤال رقم 1: من الأسباب وقوع الحوادث في ملتقيات الطرق هو عدم احترام قواعد الأسبقية؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنايا قالكم واش من الأسباب وقوع الحوادث في ملتقيات الطرق. دابا الأسباب ديال الحوادث اللي تيوقعوا في ملتقى الطرق شنو هو السبب؟ عدم احترام قواعد الأسبقية. اللي ما كيحترمش علامة قيف أو الضوء الأحمر أو ممر الراجلين هما اللي كيديروا الحوادث. وراه قالكم السؤال هنايا واش عدم احترام قواعد الأسبقية. نعم الجواب الصحيح 1. السؤال رقم 2: العناية بالسيارة باستمرار واش كتحد من خطر وقوع أعطاب؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. كتنقص من مدة صلاحية السيارة؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. بالنسبة للعناية بالسيارة باستمرار راه نعم كتحد من الخطر وقوع أعطاب، حيت إلا كنا كنديو السيارة الفحص التقني كنراقبوها والميكانيك وديما كنحضيوها راه كتحد من خطر وقوع أعطاب. يعني السيارة إلا ديما كنحضيوها ماشي بحال شي واحد راه نساها كاع، ما كيراقبهاش، ما كيديهاش الميكانيك ما كيديهاش الفحص التقني، وراه كتشكل واحد الخطورة. اما اللي كيحتفظ بها وكيديها الميكانيك وكيديها الفحص التقني ديما السيارة كتحد من الأخطار ديال الحوادث. نعم. قال لكم السؤال الثاني: واش كتنقص من مدة صلاحية السيارة؟ لا بالعكس، راه غادي تزيد المدة ديالها. إلا كانت المدة ديالها السيارة مثلا عندها عام، المدة ديالها وصافي غتخسر، ولكن اللي كيراقبها وكيديها الفحص التقني غادي تزاد له المدة الصلاحية، كيتزاد ماشي كينقص. يعني جواب صحيح 1 و4. السؤال رقم 3: السهم اللي مرسوم على الأرض واش كيعلم بأنه واجب نغير الاتجاه على اليمين في ملتقى الطرق المقبل؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. دابا هاد السهم اللي في الأرض بزاف كيسحاب لهم داك السهم تيقول لهم خاصكم تدوروا على اليمين، راه لا، هاد السهم ماشي ديال تغيير اتجاه، هاد السهم ديال انحياز. هاد السهم كتعلم على خاصنا نحازوا اليمين ماشي نغير اتجاه اليمين. راه السؤال قال لك واش من الواجب نغير الاتجاه على اليمين في ملتقى الطرق؟ لا، هاد السهم ما كيعنيش نغير اتجاه اليمين في ملتقى الطرق المقبل، لا. الجواب الصحيح رقم 2. سؤال رقم 4: ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب 50 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 1. ب 70 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 2. ب 100 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 3. ب 120 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 4. هنايا عندنا هاد العلامة ديال انتهاء منع تحديد السرعة. يعني من بعد هاد العلامة راه ما عنديش شي مانع، ما عندناش شي مانع، راه ممكن نسوقو قل من 60 أو أكثر من 60. ولكن دابا فين كنتواجدو؟ في الطريق الرئيسية، وحنايا في الطريق الرئيسية عندنا السرعة كتحدد في 100. وهنايا قال لكم من بعد هذه العلامة واش يمكن لينا نسوقو 50؟ غديروا نعم. 70 نعم. 100 نعم. صافي. أما 120 إلا كنا في طريق السيار واه دابا هنايا 120 لا. الجواب صحيح 1 و2 و3. السؤال رقم 5: أثناء السير العادي أنا غادي في المكان المناسب من الطريق؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. في هذه الحالة كنتواجدوا على اليمين، شادين اليمين مزيان، وقال لكم السؤال واش أنا غادي في المكان المناسب من الطريق؟ نعم أنا في المكان المناسب. بحال اللي قدامي راه شاد الوسط، هذاك لا، ما راهش في المكان المناسب، خصو يشد اليمين. اما حنايا لا، شوفوا الفولو فينا هو راه جهة اليمين، يعني كنتواجدوا في المكان المناسب. الجواب صحيح 1. السؤال رقم 6: كل ما زادت السرعة كل ما كيتم المرور من المنعرج بسهولة؟ صحيح الجواب 1. خطأ الجواب 2. هنا قال لكم واش كل ما تزادت السرعة واش كل ما كيتم المرور من المنعرج بسهولة؟ غديروا خطأ.
قال لكم واش شحال ما زدتو من السرعه كيتم المرور من المنعرج بسهوله. لا، ماشي الا زدنا السرعه، بالعكس كل ما نقصنا من السرعه عاد كندوزو في المنعرج بسهوله. اما كل ما تزادت السرعه ماشي كندوزو في المنعرج بسهوله. الجواب خطأ، رقم 2. السؤال رقم 7. بغيت نغير اتجاه على اليسار، ندوز قبل هاد السيارة. الجواب 1. من بعد هاد السيارة. الجواب 2. هنا كنتواجدو في ملتقى الطرق، وهاد ملتقى الطرق منظم بعلامة قيف. انا عندي علامة قيف، واللي قدامي حتى هو عنده علامة قيف، ولكن هنايا غنطبقوا القاعدة مولي من يدوز. السؤال قال لك بغيت نغير اتجاه على اليسار. دابا هنايا ملي غندورو حنايا على اليسار، انا عندي قيف وهو عنده قيف. ملي غندورو على اليسار راه اللي قدامي غيجيني في اليمين. هنايا خاصني نعطي له حق الاسبقيه. مادام عندنا قيف بجوج بينا راه هو اللي غيدوز الاول، حيت انا غندور على اليسار هو غيجيني على اليمين. اما لو كان قال لكم السؤال غادي نمشيو قدام ندوز قبل، الا غندور على اليمين ندوز قبل. اما الا غدوروا على اليسار هو كيولي في اليمين ديالكم، غندوزو من بعد. يعني جواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 8. حصلت على رخصة السياقة هذه 6 شهور. في هاد الطريق السرعة ديالي محدودة 80 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 90 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 100 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. هنا قال لكم السؤال يلا حصلت على رخصة السياقة هذه 6 شهور، بيرمي جديد غير 6 شهور. ايوا في هاد الطريق، شنو هو هاد الطريق؟ الرئيسية، وحنا في الطريق الرئيسية السرعة محدودة شحال؟ 100، ولكن اللي عنده بيرمي جديد غير 90. قال لك بيرمي جديد في هاد الطريق غتكون السرعة ديالي محدودة. فاش اللي عنده بيرمي جديد في هاد الطريق السرعة ديالو محدودة 90 و90، حيت قال لكم محدودة. اما الا قال لكم يمكن ليا السير غتزيدوا معاه حتى 80. اما محدودة فاش؟ غير 90. الجواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 9. نعطي حق الأسبقية. الجواب 1. ندوز. الجواب 2. ملتقى الطرق بدون إشارة. بزاف ما عندهمش القاعدة ديال ملتقى الطرق، مازال ما عارفينش. إلا وصل ملتقى الطرق كيتلفوا. إلا وصلت ملتقى الطرق متساوي وما فيها حتى إشارة وراه مولي من يدوز. اللي جاك من اليمين تسمح له، اللي جاك من اليسار لا. هذا جاني من اليمين ما عندنا حتى إشارة، واش نعطي له حق الأسبقية؟ نعم نعطي حق الأسبقية اليمين. الجواب صحيح 1. السؤال رقم 10. خطر مرور الحيوانات كيبدا على بعد 500 متر. الجواب 1. على بعد 150 متر. الجواب 2. بحال هنايا العلامة هذه ديال الخطر، وحنا عارفين علامة الخطر كتواجد على بعد 150 متر خارج المدينة و50 متر داخل المدينة. إلا فيها علامة تكميلية بلا أسهم كتلغى 150. إلا فيها الأسهم ما كتلغاش 150. دابا فيها الأسهم كتبقى على بعد 150. هنا قال لك واش على بعد 500؟ لا، إلا حيدنا داك الأسهم ديك الساعة غتولي على بعد 500. مادام عندها الأسهم هذيك الأسهم كتمتد على طول ماشي على بعد. هنا قال لك واش على بعد؟ راه على بعد كتبقى على بعد 150 متر. يعني جواب صحيح رقم 2.